سلام غزالات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحه جيده. الفيديو ديال اليوم غنهضر لكم على الفرق بين تقضيه الاسبوع وتقضيه الشهر، وشكون الاحسن، شنو الفرق بيناتهم. بالنسبه لي انا البنات مجربه تقضيه الاسبوع ومجربه تقضيه ديال الشهر. حاليا اختي كنتقضى تقضيه الاسبوع. مجربه شحال هادي. اول ما شديت المصروف كنت كنشد تقضيه ديال الشهر، فلقيت فيها بزاف د المشاكل، بزاف د الصعوبات. اول حاجه اختي انا ساكنه في الطروازيام، كان صعيب عليا بزاف نتقضى ديك تقضيه الشهر ونطلع كلشي دقه واحده، سواء انا نتقضى الخضره هكذا ديال 10 ايام هكذا، كنت كنتقضى تقضيه 10 ايام في الخضره مثلا. كان صعيب عليا نبقى نتقضى ديك الخضره كامله ونطلعها. صعيب عليا نهار كنتقضى تقضيه الهري نطلع كلشي. صعيب عليا، واخا كنا كنتعاونوا انا والزوج، ولكن راه صعيب بزاف يعني. فاش كنجيو كنبقاو نطلعوا ونهبطوا ونطلعوا ونهبطوا ونطلعوا ونهبطوا باش نطلعوا كلشي، وكتكون تماره. اللحوم هما اللي كانوا ساهلين، حيت راه كتهزي ميكا ولا 2 ميكا صافي كترتاحي. نصلي بعد البنات على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. بغيت البنات اي وحده شافت هذا الفيديو هذا تدعي لي مع بابا مريض بالشفاء العاجل ان شاء الله يا ربي، الله يشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين. بالنسبه للبنات صوتي كنعتذر اختي، راني شدني الرواح. هلكني الرواح، هلكتني الحساسيه، عيني ما بقيتش كنقدر نحلهم، والصوت راه بزاف باش كيخرج ليا. المهم بالنسبه لكم تقضيه الشهر، اول حاجه التماره فاش كنبغي ندخلها للدار التماره. ثاني حاجه اختي كتلقاي مثلا هاد الهري ما عندوش هادي، هاد الهري ما عندوش هادي، هاد الهري ما عندوش هادي، كتخصك تبقاي دوري نهار كامل. كيكون عندي نهار الاحد اللي كيكون الاول الشهر اولا الاخر الشهر على حسب انا امتى غنتقضى، فهمتوا. بعض المرات كيكون باقا عندي تقضيه ما وقفاش على شي حاجه تكون سالات ليا كنجر، فهمتوا. اصلا باش تقتصدي وباش توفر خصك تكوني كتجري وكتكملي شهر بشهر، هذا الشيء ضروري، هذا الشيء اي مقتصده عارفه. والصعوبه الثانيه كنت كنلقى هي انه بعض الحاجات واخا كنكون دايره لهم الحساب. قولوا مثلا كنكون هزيت التوفير ديالي مثلا واحد 100 درهم في الشهر، هزيتها في الاول ديال الشهر. دايره مثلا المصروف كتبقى مثلا كانت عندي 1500 درهم، كتبقى 1400 درهم كنتقدى بها مثلا داكشي اللي كامل اللي خصني. مثلا داك الشهر تيجي الضياف سمحوا لي البنات، كيجيو اختي مثلا الضياف. انا ما دايرهش مثلا بحسابهم، مرحبا باي واحد، وكنتي مثلا ما معولهاش. ف الميزانيه اختي كتدخلي في داكشي مثلا اللي كان ممكن تستهلكي في السيمانه ممكن تستهلكي في داك النهار، حيت ضروري اختي غتكبري بضيافك ولا خاصك كانوا الناس عزاز اصلا ما يجي عندنا الا اللي عزيز. ف ما كيجي فينا وصلوا واحد 15 يوم 20 يوم كتخصك شحال من حاجه، ما بقاش عندك المصروف، يعني منين غتجيبيها، فهمتوا. كتولي غير كديباني بداكشي اللي عندك. ثاني حاجه كيجي لاخر الشهر كيلقاك 0 درهم والو من غير التوفير اللي وفرتي، الا وفرتي مازال في الاول الشهر. فبالنسبه لي كان هاد الحوايج هادو كيديرونجيوني، وبالاخص هادي اللي قلت لكم ديال انه الفلوس ما كيبقاوش، يعني بسطامك ديما خاوي، كتقضي الاول الشهر صافي كتقضي كلشي، كتكملي الشهر بسطام خاوي. كلشي كتكون كلشي كيكون عندك في الدار. مي انا ما كنحماش اختي نشوف بسطامي خاوي كل وحده وكيفاش دايره. مي انا بسطامي كنحماش نشوفو خاوي. فاختي هذا بالنسبه للبنات اللي ضروري هما خصهم يتقداو غير الشهر. فحاول اختي ديروا. انا كنت كندير بعدا واحد الغلط في اول الشهر، كنت فهمتوا كنبقى نشوف اللي تهاوى الدراري نديروا هذا، كنبقى نشوف التقضيه عندي كثيره صافي كنبقى ندير، كنبقى نستهلك. كتجي ديك 15 يوم الاخر ماشي ما كيبقى عندي والو، راه تبارك الله كيكون الخير، ولكن كيكون داكشي كنبدا غير نديباني، فهمتوا. كنبقى نديباني وشحال من حاجه كنبغي نديرها كنلقى شي حاجه ولا جوج خاصيني. فاغلبيه بزاف د الحاجات كيخصوني، وهذا الشيء ما كانش كيعجبني. فاختي مني درت تقضيه الاسبوع درت اختي 400 درهم الاسبوع. وليت كنوفر اكثر، وليت كنقتصد اكثر، وليت كنطيب اكل متنوع. ما في الاول
واش كنت كنصرف الشهر. كان الشهر الاول الشهر عندي مثلا عندي لي بات ولادي كيعجبهم لي بات، كنبقى لي بات لي بات لي بات، في الاخر تيولي يطلبوا لي لي بات مابقاش لي بات سالاهم، فهمتوا؟ هادشي اللي كنقصد. وبعض المرات كنكون مثلا بحال الصيف دابا كنكون معوله اختي على انه مثلا 6 د الطون غيكفاوني الشهر، ما كيكفاونيش. مثلا كدوز 15 يوم سالي لي الطون ما كيبقاش عندي. وليداتي بعض المرات كيتشهاو بيتزا ولا شي حاجه كندير لهم فيها الطون، صافي من بعد ما كيبقاش عندي، كنبغي نستعملوا شي حاجه اخرى ما كنلقاش. فهمتوا كيفاش؟ نتمنى البنات تكونوا كتفهموني، حيت راه ما كنعرفش نشرح، كنحاول ما امكن نشرح لكم نوصل لكم المعلومه. بالنسبه اختي للشهر لتقضيه الاسبوع، لقيت اختي وليت كان كيسهل عليا نكمل اسبوع باسبوع، وزيد عليها كاين شي اسابيع اللي ما كنتقدا والو، ديك 400 درهم كامله كنوفرها. فهمتوا؟ 400 درهم كامله كنوفرها. هذا في رمضان كاع، في رمضان البنات اول عام رمضان غادي نوفر منه بهاد القضيه ديال تقضيه الاسبوع. نفعاتني بزاف، اكيد بكرتونه رمضان، بالتحدي رمضان، بستوك المجمد، كلشي داكشي نفعني، ولكن نفعني اكثر تقضيه الاسبوع. كديري جدول الاكل ديالك ديال الاسبوع، كتنوعي بداكشي اللي عندك في الدار. ممكن حتى داكشي اللي عندي زعما مبغيتش نتقدا، ممكن دابا خصني شحال من حاجه مبغيتش نتقدا، بغيت نوفر انا داك 400 درهم كامله غنوفرها، وغنديباري داكشي عندي في الدار وغنخرج منه اكلات اللي زوينين. بغيتو نشارك معكم التطبيق ديال الميزانيه ديالي وكلشي، كيفاش كنصرف في الدار، كيفاش شنو كنتقدا، شنو كنشري. اكيد كنشارك معكم ديما التقديه. كندير في الخضره عاوتاني كندير اسبوع كيكمل اسبوع، بالمرات راه كيدوز اسبوع مثلا كنتقدا فيه مثلا حاجه وحده د الخضره، مثلا نقدر نتقدا القرعه ولا نتقدا اي شي حاجه بسيطه وصافي. عاوتاني في هذا بسطامي ديما كيكونوا فيه الفلوس حتى كتكمل السيمانه. فهمتوا؟ مثلا هذا الاسبوع هذا انا كنبغي نجر، فهمتوا؟ مثلا هذا الاسبوع هذا كيف شفتوا تقديت معكم مطيشه بوحدها، دابا راه وسط الاسبوع تقديت مطيشه بوحدها اللي تقديت في الخضره، وباقا عندي الخضره كامله. قلت لكم راني غنجر وراه باقا عندي يعني ممكن كنت باغا ناويه نجر مثلا حتى اليوم، ولكن لاحظت انه راه دابا راه نص السيمانه مازال ما خصني والو، مازال حتى شي حاجه في الخضره ما سالات ليا، وباقي عندي باش نجر السيمانه كامله. فهمتوا؟ يعني غادي نكمل الاسبوع وهنا وفرت اختي من الظرف ديال الخضر، وفرت واحد المبلغ مهم. فهمتوا كيفاش؟ بالنسبه للفواكه ماشي اللي كنجيبهم، انتم عارفين هذا الشيء. بالنسبه للهري اختي راكم شفتوا شنو تقديت. بالنسبه للهري المبلغ ديالو اختي ساليتو باش ما نكذبش عليكم، المبلغ ديال الهري ساليتو. كان شحال من حاجه خاصني هذا الاسبوع، راه شاركت معكم كل شيء. الاسبوع الماجي عاوتاني نجيب حوايج مختلفه، بحال مثلا الدقيق غيخصني يعني كومبلي، غيخصني صابون د الماكينه. المهم شي حوايج اللي ما جبتهمش هاد الاسابيع هادو راه يخصوني. ممكن نشارك معكم كل اسبوع شنو كنتقدا. قليل الا ما تقديتش، الا الاسبوع ما شاركتش معكم عرفوا بلي داكشي تقديته مفرق يا كان قليل بزاف، يعني ماشي شي حاجه. بعض المرات كندخلوا لكم في وسط الروتين، كندخل لكم تقديه وسط الروتين، بعض المرات ما كنتقدا حتى وسط السيمانه. فهمتوا؟ كنجر. فهمتوا كيفاش؟ يعني باش كنزيد نوفر. بالنسبه للاسبوع انا هذا الفيديو هذا درتو لكم باش نعطيكم رايي في المصروف بالنسبه ليا، ما بين الفرق بين الاسبوع وبين الشهر. انا ما جربتش البنات 15 يوم، اللي جربت 15 يوم تكتب لينا في الكومنتات شنو الراي ديالها، اللي جربت ثاني الاسبوع الشهر تعطينا الراي ديالها. عاوتاني البنات في هذيك اللي قلت لكم لاقيه مشكل من ناحيه طلع في الدروج ديال الاسبوع دغيا، كان ممكن نتقدى اللحوم والخضره والهري كاملين ونطلعوا دقه وحده وهنا بخير ليز. ما كنحتاج نبقى نطلع وننزل في الدروج، نطلع وننزل في الدروج. والطروازيام اختي راه ماشي سهله، راه ركابي تحشوا لينا. مي زعما الحمد لله صراحه انا جربتها زعما كانت بالنسبه لي احسن. المهم هادشي اللي كاين البنات. المهم النصائح اللي ننصحكم البنات الا غتقداو سواء الاسبوع سواء الشهر. اول حاجه اختي تكوني كتعرفي شحال كتسلكي في دارك في الماكله، سواء الزيت سواء السكر سواء الطحين. سمحوا لي بنات راه كيمشي ليا الصوت والله. الملحه العطريه كلشي تكوني اختي كتعرفي شحال كتسلكي في دارك في الشهر في الاسبوع شحال ما فاش ما كان. فهمتوا؟ مثلا الزيت هكذا كتسلكي 2 اطرو، جيبي اختي 2 اطرو. حاولي تقتصدي فيها، حاولي تشيطي منها باش تجري الاسبوع لا تجري الشهر الاخر. سمحي لي كنهضر بزاف الاسبوع حيت اعتمدت انا الاسبوع بزاف. شوفي اختي ديري جدول الاكل، جدول الاكل كنت تقضي الشهر اختي من الاحسن ديري جدول اكل شهري باش
يا ديريه عاد تقداي وديريه، فهمتوا؟ بناء على داك الشيء اللي عندك. انا راه بالنسبه فاش كتقدر الخضره مثلا الا كدير جدول الاكل هذا نمشي نتقدى الخضره كنحسبها، والله البنات كنحسبها، ومن غير هكذا ما تشاو الفلفله حيت كنبغي نديرهم في المجمد، هادوك ما كنحسبش فيهم. كاين الخضره كنحسبها باش نجيب قياسي ما تخسر ليا، ما نرمي فيها ما حتى شي حاجه، نجيبها نقادها نقيها نخشيها في الثلاجه ديالي، كتجيب لي اسبوع قد عاوتاني اسبوع الاخر كنعاود نتقدى. شاط ليا مثلا شي اسبوع هكذا جات شي ظرفيه ما طيبش داكشي اللي كنت مقرره وطيبت شي حاجه اخرى، فكتشاط ليا مثلا الخضره كنحاول نجر اختي ما امكن عندي باش نديباني الله يجعل يبقى عندي ما تيشوب بصيله حتى ندير بها هذا نديرها بها سلطه معوكن، ويكون عندي شويه دقيق ونزيد اختي حسوه دقيق ديال الشعير ونزيد حسوه، وحنا اختي معشين ولا مغدين الغداء كثر ما نديرش الحسوه، ولكن المهم كتحاولي تجري باش ما كان فهمتوا كيفاش. ايوا هادشي اللي كاين اختي في هذا الفيديو، نتمنى يعجبكم، نستمع لكم فيديو قادم ان شاء الله، وما تنسونيش من الراي ديالكم.